هل الناس تعلم ان آل البيت قبل عمر بن عبد العزيز كانوا يسبوا على منبر مسجد الرسول؟ انت ما تعرفهاش يا ابوي. آل البيت يسبون على منبر مسجد الرسول الى ان جه عمر بن عبد العزيز وحذف السب في خطبه الجمعه. انا لما اجي اقول دي النهارده، هل انا بشتغل لحساب الشيعه يعني؟ طب ولكن هي يعني لا، ما هي ادخلك في جانب وجهات النظر، ربما هذه لا مش وجهات نظر، ده تاريخ صحيح، جدل تاريخي. لا ده تاريخ صحيح، تاريخ صحيح، تاريخ صحيح. فانت النهارده احنا عايزين الاسلام يبقى صورته مشرقه. علينا ان نتحد، علينا ان نتحد. هل الفرصه ما زالت موجوده فعلا لتوحيد رؤيه الشعب للاسف المسلم؟ متاخره جدا. لماذا انت متشائم بهذا الشكل؟ متشائم لان يتم قيادتنا اعلاميا بشكل مستفز. وانتم دور من تلك القياده. لا يا حبيبي، مش احنا. انا مش قادر، انا مش قادر اقول رايي مع كل الا لما هتشتم. يجوز بعد حوارنا انا وانت دلوقتي في قناه تانية هتشتمني دلوقتي، بس انا مش هرد. انا جاي لاني وعدتكم ان انا جاي اتكلم، لكن انا ضد الدخول في هذه الترهات المخيفه، ان انا اخوفك. انا عملت مسرحيه ضد شركات توظيف الاموال اسمها المليم باربعه سنه 91، حطوا لي قنابل في المسرح مرتين. الامن اللي وقف المسرحيه. اوكي، رحت بصور فيلم الصرخه في بدرشين. راجل طيب بيحبني جه سلم عليا، راح المسجد رجع بعد عني، ندهت له تعالى يا عم في ايه؟ قال لي امام المسجد بيقول انك بتسخر من الرسول عليه الصلاه والسلام في المسرحيه بتاعتك. رحت واخده ورايح المسجد، قلت له يا مولانا انت شفت المسرحيه بتاعتي؟ ارتبك. قلت له انت شفت المسرحيه بتاعتي؟ ارتبك. قلت له ليه قلت الراي ده فيا؟ انت كده بتغتابني، انت بتاكل لحمي وانا حي. اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عسى ان